السلام عليكم. هذا الهدف اللي جاب لكم اياه حاليا تحدثت عنه الصحف البيروفية والصحف البوليفية والصحف البرازيلية والصحف الأرجنتينية، وهذا الهدف تم تسجيله من بابلو صباغ ذو الأصول السورية البارحة تحديدا مع ناديه أليانز ليما بمقصية رائعة دبل كيك على طريقة عمر السومة وعلى طريقة كريستيانو رونالدو. ولكن قبل ما نعرض الهدف ما ننسى الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلونا نشوف الهدف سوية. كانت الكرة بالجهة اليسرى وتم تعريضها وأتت إلى بابلو صباغ، وضعها بشكل جميل جدا في شباك نادي الخصم في الدوري البيروفي. طبعا نادي بابلو صباغ متصدر الدوري البيروفي ب 24 نقطة، أليانز ليما، وبابلو صباغ مبدع جدا مع ناديه الحالي أليانز ليما. حتى الهدف اللي قبل هذا اللي راح انزله على قناتي هاي على اليوتيوب كان هدف لبابلو صباغ بالجولة الماضية. بابلو يبدع بهاي المباراة وبكل مباراة وبالدوري البيروفي. طبعا بابلو سجل هذا الهدف عند الدقيقة 9. هاي المباراة انتهت 3-0. سجل بابلو أول هدف لناديه عند الدقيقة 9 من وقت المباراة. شوف 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 بابلو حطها بشكل جميل جدا بالزاوية 90 وبدبل كيك بمقصية على خطى كريستيانو رونالدو وعلى خطى عمر السومة. للمعلومية بابلو صباغ مثل ما قلنا لكم قام ننزل أهدافه لأنه هنالك احتمالية أنه يجي على منتخبنا الوطني. قلنا لكم وبمقابلة بابلو صباغ مع ميشيل سعد تحديدا الإعلامي القدير السنة الماضية، قال بابلو صباغ أنه أفكر في المجيء إلى منتخب سوريا. وهناك مصادر الآن تقول بأن هيكتور كوبر يعمل على ضم بابلو صباغ ومجيئه لمنتخبنا الوطني الأول للمشاركة في بطولة كأس آسيا. فعن جد بابلو صباغ هي خامة كبيرة ولاعب كبير سيفيد المنتخب بشكل كبير إذا قدم إلى منتخبنا الوطني الأول. ما شاء الله لاعب محترف يعرف شلون يقتنص الأهداف. وبس والله هذا كان فيديو اليوم. لا تنسى اللايك والاشتراك مشان تصلك كل أهداف لاعبينا السوريين وكل ما يقدمون لاعبينا السوريين مع أنديتهم وكل ما يقدمه أيضا منتخبنا الوطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.